هتصدقوا لو قلت لكم ان احنا ممكن نعمل بيتزا من غير ولا معلقه دقيق واحده، ولا دقيق اسمر ولا شوفان ولا اي حاجه من الكلام ده؟ تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. معايا 2 كيلو من صدور الفراخ، وما اعتقدش ان انتوا شفتوا كبه قبل كده بتستحمل 2 كيلو من المكونات سواء لحمه او فراخ. استخدمت في الفيديو ده كبه من سكاني 6.5 لتر، الساعه بتاعتها الموتور من النحاس، كمان عليها ضمان سنه، وعايزه اقول لكم فيها 3 سرعات فتقدري تفرمي فيها اي حاجه. كل الاسلحه اللي موجوده في الكبه موجوده في التوكيل، هحط لهم طبعا تاج او منشن عشان تقدروا تتواصلوا معاهم. معاه سباتيولا كده صغننه. الوعاء بقى بتاع الكبه ستانلس ستيل زي ما قلت لكم، حطيت فيه 2 كيلو من صدور الفراخ، يعني تحطي فيها لحمه، فراخ، خضار، سمك، تعملي فيها كيك، ايس كريم. بصوا بجد خطيره. الغطا كمان بتاعها ضد الكسر، فتقدروا ان انتوا يعني تتصرفوا براحتكم جدا، مش هتقلقوا ان هي تتكسر. الفراخ بالظبط ما خدتش اكتر من دقيقه، اتفرمت كويس جدا. بعد كده كل بيتزايه واحده هتاخد نص كيلو من صدور الفراخ. هنزود بقى بيضه ومجموعه من التوابل هكتبها لكم تحت الفيديو، وشويه من النشا، وبنعجن كل ده كويس جدا مع بعض لمده دقيقه كده. تمام. هجيب بقى ورقه زبده على صينيه مدهونه زيت من فوق ومن تحت، وابتدي اسويها بحيث ان انا اقدر اعمل شكل القاعده بتاعه البيتزا زي العجين بالظبط. بالمعلقه كده نفردها واحده واحده ونحاول نعمل اطار، وبعد كده ببتدي ان انا ادخلها فرن سخن على 200 لمده 10 دقايق بالكتير. بعد ما بتخرج بتكون متماسكه جدا وبتفك من ورق الزبده بكل سهوله. بنحط بقى اي توبنج انتوا حابينه، وانا حطيت صلصه بيتزا، ممكن تحطوا صوص ابيض او اي حاجه انتوا حابينها، شويه جبنه وفلفل الوان وزعتر، وتدخل تاني تحت الشوايه لمده يعني 5-7 دقايق بالكتير، وبألف هنا على قلوبكم.